السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ محمد 31 سنه، عمليه حاجز انفي وعمليه شخير وعمليه لوز وسقف حلق. يعني كان بيعاني. كم سنه بتعاني يا استاذ محمد؟ سنتين. قول لي بقى المعاناه شكلها عامل ازاي؟ والله يا دكتور انا كنت اوقات بتجيلي ببقى خايف انام اصلا، يعني حته النوم اصلا كان بيجيلي رهبه منها، ان انا يعني بقيت حاسس ان انا مسافر بره. فبقيت احس ان انا هنام خلاص، انا نفسي كان بيقطع كتير وانا نايم للدرجه دي كتير جدا. فبقيت احس ان انا نفسي المره دي هنام مش هصحى. الحمد لله الدنيا فتحت. احنا لسه شايلين له الدعامه، ما كملناش دقيقه. الدنيا فتحت معايا، وكان خايف جدا. الدنيا فتحت هنا جدا. حاسس ايه؟ حاسس بهوا دخل كده. الحمد لله يعني الحمد لله. فرقت معاك؟ الحمد لله احسن. كنت متخيل ان الدنيا هتفتح كده والهواء يخش كده؟ انا ما كان النفس من هنا صعب جدا اصلا. يعني انا اغلب الاوقات كنت بتنفس من هنا من بقك. ده كنت بتعب على طول. انا اللوز كانت بتجيلي 3 مرات في الاسبوع. في الاسبوع؟ والله العظيم في الاسبوع. طب قول في الشهر. والله في الاسبوع 3 مرات على طول بقى، عمال بتغرغر ليل نهار، لازم الغرغره جنبي. قد ايه على سنتين برضو على كده اللوز دي؟ سنتين برضو. لا ما فكرتش تشيلها يعني؟ كنت خايف. قالوا لي الليزر، في دكتور في السعوديه قال لي ليزر وقال لي هتتعبك جدا. الليزر يتعب طبعا. قال لي موت. الليزر بيتعب. فاول ما الدكتور اللي في السعوديه قال لي موت، انا ما خلاص بقى اروح اخد مضاد حيوي، افضل بعاني لمده اسبوع، جسمي مش قادر اروح طب احنا عاملين العمليه بقالنا 10 ايام، ايه اللي اتحسن فيك؟ والله حاسس ان في هوا دخل جوه جسمي وكده دلوقتي، بعد ما شلت الحاجات دي في حاسس ان في هوا راح وجاي. ابتدى يضحك على فكره، وابتدى يبتسم، وما كانش بيبتسم خالص. حضرتك اخوه؟ والله اخوك جاي من السعوديه مخصوص عشانك؟ يقعد يومين 3 ويروح ويمشي؟ نزل 3 ايام مخصوص عشان انت يا عم مهم مهم جامد يعني. هتقول له ايه طيب؟ بتقول له روح بقى؟ انا اخويا حجزت مسافر بره. حجزت على طول بعد يومين؟ بعد بكره على طول؟ نازل يطمن بس. وطمنت؟ الحمد لله على سلامتك. على فكره انت نقدر نقول بدايه التحسن الحقيقي من دقيقتين بالظبط لما شلنا الدعامه. ما انا حاسس بكده فعلا. انا ما كنتش يعني كان الموضوع حتى النفس من هنا كان شغال، بس احسن من الاول بكتير طبعا. لان انا كان بقي ما بيبانش من جوه. كنت بفتح بقي مقفول. انا عارف. مفيش غير شويه. ما انت اللوز عندك خرجناها ووزناها. لو كنت اكلت حاجه بسيطه بموت طول الليل. لو تفاحه علقت كانت بتعلق في اللوز عندي. والله قشرة تفاحة قد كده قبل ما انزل لحضرتك بكام يوم، قشرة تفاحة قد كده اللي علقت في اللوز قدام اخويا كده. كنت بموت، كنت بطلع في الروح. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مسافر تاني امتى؟ خلاص بقى توكل على الله على طول. هتسافر على طول؟ 10 ايام والله؟ على طول. انا نازل اعمل عمليه. يلا الحمد لله على السلامه. انا مطمن عليك تماما، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هتلاقي تحسن احسن كده بكتير جدا. وتراسلنا بقى من هناك تقول لنا اخبارك ايه. الله يديك الصحه. ماشي. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. ده فضل طبعا من ربنا علينا وعلى الاستاذ محمد وعلى كل مرضانا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.